في ناس بتستخدمه في الدعايه والتسويق والاعلان. بيساعد جدا دلوقتي، غير ما اروح مثلا ادفع فلوس قد كده في اعلان تلفزيون ولا اعلان في جورنال او في اوت دور. بقى الفيسبوك ده بالنسبه لي حاجه ببلاش يعني. ممكن اعمل دعايه واعلان، اعمل جروب عن اي حاجه في الدنيا يلاقي استحسان واعجاب ناس كتيره، واحط بقى اذا كان عندي مكتب، اذا كان عندي منتج عايزه ابيعه. يعني برضو هل الحته دي ليها مخاطر ولا نعتبر دي فائده كامله تامه 100%؟ لا، هو مليان فوائد بصراحه، مليان فوائد. ان هو كشبكه اجتماعيه، هي اللي انت لسه حضرتك بتقولي كده، لو ب$1000 دلوقتي ممكن اعمل حمله رايحه للتارجت بتاعي، وانا عارف ان النشاط اليومي بتاعنا احنا بنصحى الصبح، بنشتغل، بنتكلم في التليفون، بناكل، بنشرب، بنخش على الكمبيوتر. لما بنخش على الكمبيوتر بنسبه كبيره جدا، اكتر من 50% بنخش على الفيسبوك. فطالما انا عارف شايف التارجت بتاعي، فطبعا وسيله اعلانيه هايله، وسيله تعارف جميله جدا، شبكه افتراضيه، والافتراض في حد ذاته مش مشكله. كتير قوي من الناس بتكسل تزور حد، بتكسل تكلمه في التليفون، ممكن تكلمه. انا شايفه ان ده عيب بصراحه، دي مش يعني فايده، انا شايفه ان دي بالنسبه مأساة. لبعض الناس لا، يعني مش مشكله. اعياد الميلاد بتفكري بعض بيها. أيوة. بره عندهم حاجه اسمها الماركت بليس، كل واحد عايز يبيع حاجه بيخش على الفيسبوك وبيتبادلوا المبيعات. يعني في منافع كتيره جدا متولده ليه. احنا دايما قصه الكتاب ده كله التبصير بالاستخدام الغير امن للانترنت. الغير امن. انا بس كمان بما انكم بتتكلموا عن المميزات، الحقيقه من ضمن الحاجات اللي انا نفسي نوضح لاولادنا ولشبابنا انه الموضوع ممكن يستغل بشكل لطيف. انا لما دخلت على السايتات بره، ويمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما ندخل على الهوا، لقيت انه في تبادل للمعلومات رهيب. والحقيقه لما بيبقوا جامعه معينه وبيبقى بيحصل فيها تبادل معلومات، بتبقى هايله حتى على مستوى الزوجات. واحده بتقول مشكلتها و1000 واحد بيديها حلول، ممكن تلاقي الحل اللي يناسبها في وسط الحلول دي. من ضمن الحاجات اللي معموله مسابقات الحقيقه على النت في التصوير، مثلا لو هوايات وناس غاويه تصور بينزلوا التصوير بتاعهم. والحقيقه في مصر انا شفت الحاجات دي، وفي دول عربيه شفت بعضها معمول بشكل مبهج وجميل، وبيشجع الواحد ان هو اللي مش عايز يصور بيبتدي يخش في الحاجات اللي هو مش. ازاي نوضح لاولادنا الاستخدام المظبوط والجميل اللي ممكن انا قاعده على النت مش بس بتعرف وبكلام، واوقات بيبقى فيها نميمه، واوقات بيبقى فيها كلام مش مظبوط، انه بس الموضوع ليه ابعاد اكتر من كده بكتير. هو بره يعني حضرتك بتقولي تبادل معلومات، احنا هنا في العالم العربي عندنا تبادل تفاهات. ايوه، وتبادل اشاعات للاسف. وتبادل مش عايزين برضو نعمم، بس في يعني انا بتكلم على النسبه كبيره. مشاكل الاستخدام الغير امن. بيحصل مشاكل كتير قوي، بيحصل ان واحد يطلع اشاعه ومحدش بيتاكد من جديتها، ويروح يعني فارد الاشاعه على كل اصحابه، وكل يعني هلوم جر، لحد ما تلاقي في نهايه اليوم ان كل الناس بتقول على حاجه معلومه مش سليمه. واحد مثلا خد صوره بنت ولعب فيها وركبها على واحده ثانيه وشهرها. كل دي يعني انا ما بتكلمش على المزايا، طبعا مزايا المعلومات خطيره جدا، وفي ناس بتطلب مساعده، في ناس بتطلب استشارات دينيه، استشارات نسائيه، في ناس بترد عليهم وبتلاقي يعني ثبت في ابحاث كتيره قوي الناس تحولوا لاكثر وداعه على الفيسبوك. يعني لو شركه ابحاث مثلا عايزه تعمل ابحاث تبعت لك ميل، الناس ما كانتش بترد، بس على الفيسبوك بترد. مسؤولين كبار في الشركات ممكن تبعتي له ميل ما يردش، تكلميه على الموبايل، لكن على الفيسبوك بيبقى اكثر يعني لطافه وبيرد على الموضوع. فبرضه احنا مش بنعمم، ولكن بنقول يا شباب احنا عايزين برضه نخلي بالكم، لو واحد بعت لك اشاعه ما تنشرهاش. لو واحد عمل دعوه للتفرقه بين الاديان، للتحريض على من دوله لدوله، لتشهير بسمعه بنت او فنانه او مذيعه، ما ينفعش انك تكون اول واحد تكون بتعمل هذا، بتساهم في هذا الموضوع. فاحنا ده اللي احنا بنحاول نقوله لاولادنا. مش بس انت ممكن توصل لكده، انت ممكن توصل انك تتهم في جريمه الكترونيه. ما الحكمه انك تجيب لبنتك لابتوب او لابنك، وبعد 4-5 اشهر تلاقي ان ابنك ده متهم في جريمه الكترونيه وقد يسجن. فما الحكمه من كده؟ فليه يعني وده حصل كتير. ليه؟ عشان الام او الاب ما وعوش الاولاد، وعشان ما ظهرش حاجه زي كده توعي الناس ان انت ممكن بمنتهى سلامه النيه تقول لواحد انا هعمل لك حاجه، مثلا يروح عامل ريبورت للفيسبوك ان انت كده بتهددني، ويلاقي نفسه متهم في حاجه، او ان هو بصوره ما لقى نفسه شاطر ان هو ركب صوره فنانه على صوره حد تاني، بس نتيجه هذا الموضوع لقى نفسه متهم في جريمه الكترونيه. فكان هدفنا كله زي ما كان الموبايل وسيء استغلاله في البلوتوث والكاميرات بتاعته، نفس الحكايه في الانترنت. يا جماعه خلوا بالكم انكم بتعملوا حاجات ممكن تبقى مش لطيفه لو ما تقننتش وما بقتش تحت السيطره.
ازاي انا كأم بعد ما قريت الكتاب ده ابتدي اطبقه مع ابني، علشان اقول له ان ده ليه عيوب وده ليه مميزات يا ابني، ولو سمحت ممكن ده يضيعك خالص، يضيع مستقبلك وقعدتك على النت. انا ازاي اقننها، وبالذات دخوله على الفيسبوك ازاي انا اقننه وابقى متاكده انه انا مطمنه وانا قاعده. اول خطوه واهم خطوه ان الطفل دايما بيبص لمامته او الشاب ان مامته دي اولد فاشن. فاول خطوه ان الام تكون زيها زيه في نفس المستوى الثقافي بتاع الانترنت. اذا كنت انا فاهمه زيك وعارفه يعني ايه جروبس وعارفه يعني ايه فيسبوك وعارفه يعني ايه بقيه الشبكات الاخرى، ولا مامتي اب تو ديت والفجوه اللي بيني وبينها قليله، فلما تنصحني مش انها تنصحني معلش يا مامتي مش عارفه في سري بقول لها كده حاضر يا ماما بسجدها، لا، فانا لو على نفس المستوى المعلوماتي والتكنولوجي مع الولد هيسمع مني كويس قوي. الولد طبعا بيخش على الانترنت وبيخش على الفيسبوك بيبقى اكثر انطوائيا على نفسه، بينعزل عن الاسره، بيبقى عايش جوه الوهم الافتراضي. ساعات كتير قوي بيتحول انسان عصبي جدا، حاجات كتيره جدا بتؤدي احنا كان عندنا في القرى شخصيه مشهوره قوي اسمها النداهه. النداهه انا بيجي لي وقت بس مسمياه الكمبيوتر وقاعد على النت النداهه يعني. فهي للاسف الشديد لان هو مش لاقي بديل برضه في من ضمن البدائل. ما هو دايما يقول لك ان المشاكل دايما من بعد ال 14، يعني اللي هو ان كبر ابنك خويه، هخويه ازاي وانا مش على نفس المستوى التكنولوجي بالظبط. فهي دي القصه ان احنا كاجيال اكبر من الاولاد لازم نكون قريبين قوي من الاولاد عشان نعرف نتكلم معاهم وعشان يسمعوا مننا. دكتور جمال، هي ندها واضح انها عايشه عندنا في البيوت اليومين دول، ما بتروحش. احنا اللي بنجيبها للبيت. طيب نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا عن الفيسبوك. حقيقه الفيسبوك فريند انمي سباي سيف دينجرس، حاجات كتيره قوي في الفيسبوك ده يا استاذ دكتور جمال. دلوقتي اللي احنا بس عايزين نقول حاجه، طبعا معظم المعلومات حضرتك ذاكرها في الكتاب ده هو مجرد نوع من انواع التحذير للبني ادمين انه خلي بالكم ان الفيسبوك ده فيه مخاطر كتيره جدا. بس هو الفيسبوك نفسه فيه ضمانات. يعني هو بيقول لك انت لما تدخل في عندك البرايفسي سيتنج ده، ممكن مثلا ان انت مش عايز حد يشوف حاجه عندك ما يشوفهاش، عايز ده يبان، مش عايز ده يبان ما يبانش. يمكن الناس كلها مش عارفه المواضيع تفاصيل قوي، بس لو قعدنا على الفيسبوك كتير هنعرف ان مين يشوفك ومين ما يشوفكش. انت ممكن تعمل نفسك بلوكينج خالص، لو فلان مش عايزه يعرف ان انت على الفيسبوك ممكن تبلوك خالص ما يشوفكش. فده في حد ذاته نوع من انواع المحاذير اللي هو حاططها والضمانات اللي هو حاططها ليك. لو انا عملت كل الضمانات دي وظبطت نفسي تماما ان ما حدش يعرف اي حاجه عني، ايه برضو اللي ممكن اتعرض له من خلال فيسبوك؟ هو اولا بيقول لحضرتك ان حتى لو انت عملتي كل الضمانات دي مفيش ضمانات كامله. بيقول لك لو حد من صحابك له اكسس عليكي ممكن حد من صحابك يشوف بعض الحاجات، يعني يحصل بعض التسريب لهذه المعلومات. تاني حاجه بيقول لك ان مفيش يعني امان كامل للمعلومات، ان في داتابيز ممكن حد يخش يهاك عليها، وده اللي حصل فعلا في كذا موقف ان في ناس دخلت وعرفت تاخد الداتا، يعرفوا الاكونت بتاعك كمان. القصه الاكبر من كده ان احنا مش كمان بنحذر، مش بنتكلم على ان في ضمانات. انا بتكلم ان انت كمان معلوماتك للفيسبوك مش محميه الحمايه الكافيه. انا بتكلم ان مدام هناء قررت انها في يوم من الايام تشيل الصور اللي هي حطاها. هو بيقول لك في الاتفاقيه الشروط بينه وبينك حتى لو انت شلت الصور انا عندي الصور هحتفظ بيها. هو مين ده؟ اداره الفيسبوك. اداره الفيسبوك. ففي كلام كبير قوي احنا كنا لازم نعرفه للناس. لا ودكتور مختار كمان هتنتفي فكره انه انا ده فيسبوك. ما الفيسبوك معمول ليه؟ ده فيسبوك، يعني فكره الفيسبوك ان انا بحط معلوماتي علشان الناس تعرف تلاقيني. هي الفكره دي انه انا بدور على اصحابي بتوع المدرسه وبطلعهم. ففكره لو انت حتى شلتي يبقى انتفت فكره الفيسبوك، يبقى اطلعي من على الفيسبوك. يعني انا لو ما حطيتش معلوماتي كامله على الفيسبوك لا يبقى انا انتفت الفكره ان ما يبقاش عارف يلاقيني. مش بس حذرنا يا مدام هناء من اللي حضرتك بتقولي، لا حذرنا من اخطر من هذه، يعني حذرنا من اتفاقيه الخصوصيه نفسها اللي هي بتقول انا من حقي اشارك المعلومات دي مع اطراف ثالثه. ده ما حدش بيقرا اتفاقيه الخصوصيه دي كمان معنى كده ان معلوماتك ان مش محصوره على العلاقه اللي بينك وبين الفيسبوك. اكتر من ذلك ان مدام ريم انا ممكن استكمل معلومات عنها من مصادر اخرى وانت موافقه على كده، من جرايد، من مجلات، من بلوجز. مدام ريم مش كاتبه هي ساكنه فين، بس في الجورنال كتبوا مثلا شقتها اللي في المعادي حصل فيها حاجه، فانا عرفت ان ريم ساكنه في المعادي، حطيتها في الداتا بيز بتاعتي عن مدام ريم. طب ما ده حاجات كنا بنقول يا جماعه خلوا بالكم ان الاتفاقيه دي لازم تقروها كويس. احنا ترجمناها في الاخر خالص، اخر تشابتر هو الفصل الاخراني ترجمه بالحرفيه للاتفاقيه الخصوصيه، للي ما قراهاش عشان يقراها يبقى فاهم هو وافق على ايه.